النهارده هنستخدم معاكم الجاز الأبيض. كتير جدًا سائل عليه وعايز يعرفوا طريقته إزاي وشكله إزاي وفيه ريحة والّا لأ. يالّا ندخل على طول في الفيديو، بس ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، ويالّا نقول بسم الله العذرا حبيبة قلبي أم النور ونبدأ كده على طول. أول حاجة عندي هنا الجاز الأبيض، ده باشتريه من عند أي مستحضرات تجميل أو ممكن من الصيدلية هتلاقوه. المهم الجاز الأبيض ده تحفة كده للشعر، هاقول لكم بيعمل إيه للشعر. كمان ريحته مش نفاذة زي أي الجاز اللي إحنا عارفينه. أنا باوريكم أهو مكتوب يُدعى على الشعر يعني ساعتين يكون على شعر نضيف، هاقول لكم إزاي كل حاجة وطريقة استخدامه، وهاحطه قدامكم برضه. المهم يعني الجاز ده مش ريحته نفاذة زي ما قُلت لكم، لإن ناس كتيرة جدًا لمّا كنت باطلّعه في فيديو بيقولوا لي إزاي تحطّي جاز ده ريحته قوية. الجاز ده غير الجاز اللي إحنا عارفينه اللي هو الأحمر، اللي هو بتاع العربيات والحاجات دي، ده غيره خالص. الحاجات دي مصنّعة للشعر فقط، لكن ما تحطّيش الجاز الأحمر لإن ده ممكن يهري كده الفروة نفسها بتاعة فروة راسِك، وأنا طبعًا غير مسؤولة. أنا باقول كذا مرّة الجاز ده خاص كده بالشعر، يعني مصنّعينه للشعر، مش حاجات طبعًا بتاع العربيات والكلام ده لأ، دي حاجات خاصة بالشعر. المهم ده بيطوّل الشعر جدًا، وبينعّم الشعر أوي، هتشوفوا كل حاجة آخر الفيديو، أنا طبعًا هاحطه على شعري قدّامكم، ويالّا بينا. وأنا جيت بالأرنوب بتاعي ده بُصّوا هاحط على شعري دلوقتي قدّامكم الجاز الأبيض. بُصّوا عايزة أقول لكم ما تخافوش خالص من الجاز ده، لكن باقول تاني بلاش الجاز الأحمر، أنا غير مسؤولة اللي هيستخدمه. المهم يعني هاوريكم دلوقتي باحطه إزاي كحمام زيت، علشان أي هيشان موجود في الشعر هيتشال تمامًا. كان في حد من المتابعين على اليوتيوب استخدم الجاز الأبيض وبعتت لي وقالت لي تحفة ونعّم شعري جدًا وشال الهيشان بصراحة تحفة. بجد، بجد بيشيل الهيشان بطريقة ملحوظة. هتشوفوا شعري دلوقتي خلّيكم كده حافظين الشكل، وبعد ما اغسله هاوريكم طبعًا النتيجة، لإن مش عايزة كده تعليقات تسد النفس كده. فكل حاجة باعملها باطلّع لكم النتيجة على طول. طبعًا أنا استنيت يومين، يعني مثلًا حطيت الجاز النهارده وغسلته، غسلته بعد ساعتين واستنيت طبعًا لتاني يوم لحد ما شعري نشف تمامًا وبقى سايح كده وجميل علشان أوريكم النتيجة. بُصّوا، أنا طبعًا بافرقه كده زي كل مرّة، وخُصلة، خُصلة باحُط فيها الجاز الأبيض. الجاز الأبيض طبعًا عشان بس كده ما حدّش يفهم غلط، أنا مش غسلته تاني يوم لأ، أنا استنيت لشعري تاني يوم لحد ما اتفرد كده وبقى جميل، لكن هنحُط على الشعر من ساعة لساعتين. شايفين؟ أنا باحُط كده أول حاجة في الفروة، فروة الراس نفسها. بُصّوا مش هاقول لكم تغرقوها ولكن تبقى فيها كده يعني حبّة حلوين. بُصّوا بأطراف صوابعي كده وباحُط في فروة راسي وفي الخُصلة نفسها، يعني مش هنحُط فروة الراس بس لأ. كمان الجاز ده تحسّوا كده إن هو مادة زيتية، مش حاجات كده بتطير اللي هو ريحته بتطير دوّة زي إحنا عارفينه بتاع العربيات لأ، ده غيره، ده غيره تمامًا، حاجة كده زي الزيوت، في مجموعة زيوت في بعض يعني. المهم طبعًا في ناس كتيرة جدًا هتشوف الجاز الأبيض، إيه ده يا زوزو بتحطّي جاز؟ لإن ناس كتيرة جدًا مفهومهم على الجاز الأبيض أو عمومًا على الجاز يعني، فاهمين إن الجاز ده بيشيل الحشرات كده من الشعر. كل ده غلط طبعًا، ولكن ده زي أي نوع من أنواع الزيوت اللي إحنا بنحطها في الشعر، بيطوّل الشعر جدًا وبيغذّر الشعر وبينعّم الشعر أوي، لإن أنا مستخدماه من فترة. طبعًا مش باحطه علشان حشرات، أنا ما عنديش حشرات خالص. لكن هو بصراحة عسل كده للهشام بتاع الشعر نفسه. وكمان بيطوّل الشعر بطريقة برضه ملحوظة جدًا. لو استخدمتوه لمدة شهر مثلًا كده هتشوفوا النتيجة على طول على فكرة. وكمان أكتر حاجة هتلاحظوها وهتشوفوها آخر الفيديو، ال الهشام بتاع الشعر اللي أنتم شايفينه حاليًا دلوقتي ده مش هتلاقوه موجود آخر الفيديو. بصراحة عسل كده بيخلّي الشعرية نفسها كده سايحة وناعمة وبتلمع. بُصّوا بعد ما حطيت أول جنب من الجاز الأبيض، بديت إن أنا أسرّحه أو أمشّطه بالمشّاطة، ويُفضّل يعني الحاجة اللي تسرّحي بيها شعرِك تكون كده حاجة خشبية، مشط خشبي ويكون مفرّغ كده الفراغ بتاعه كبير، علشان شعرِك كده ما ينزلش كتير وأنتِ بتسرّحيه. بس أنا بصراحة يعني هو أنا قُلت لكم قبل كده كان عندي واتكسر، فكسّلت إن أنا أجيبه تاني. المهم يعني تعملوا بحاجة خشبية. بُصّوا بديت إن أنا أحُط الجنب التاني، نفس الموضوع بالضبط في الجذور كده لحد الأطراف، الشعرية كلّها كده باغلّفها. بس مش كتير، مش تحُط كده وينقّط منِّك لأ، يا دوب كده زي ما أنتِ شايفة تكون كده شكله بيلمع في الشعر، كده هيبقى تمام. شايفين كمان أنا باشمّه ريحته كده جاز. بأمانة ريحته حلوة جدًا، ريحة الجاز العادي بس اللي هو الخفيف، أول ما تحطّوه في الشعر هتحسّوا كده إن الريحة مش موجودة خالص، هيطير بسرعة معاكم. بعد كده بالِمّه بالتوكة كده أو المسّاكة دي ما أعرفش اسمها إيه. المهم يعني كده باحط بونيه بلاستيك أو كيس. طبعًا في ناس هتعلّق هتقول لي: "إيه ده أنتِ بتشمّي ريحة الجاز وبتقولي حلوة؟"
أنا عندي كل حاجة حلوة. بُصّوا، بعد ما حطيت البونيه أو الكيس هنحط البروكاب الحراري، وهنسيبه على الشعر لمدة ساعة كاملة أو ساعتين، بس ساعة واحدة كاملة في البروكاب الحراري والساعة التانية من غير البروكاب. طبعًا مش هنحط متواصل، لأ كل ربع ساعة هنفصل البروكاب الحراري وهنشغّله تاني. كده تمام، عدّى عليه الساعتين، طبعًا ده تاني يوم، أنا غسلته في نفس اليوم بس بعد ساعتين، وسِبته لتاني يوم لحد ما شعري نشف كده وبقى سايح وجميل. هاوريكم النتيجة، وغسلته بالشامبو بس، ولا كمان حطيت حمام كريم ولا بلسم لأن كان خلصان عندي بصراحة. النتيجة دي من غير أي حاجة ولا دهناه أي حاجة ولا كريمة ولا سيرم ولا أي حاجة خالص، يا دوب غسلته وبعد كده لفيته اللي هي الطاقية دي أو الدوامة وسِبته لحد تاني يوم يعني لحد ما نشف كده وبقى سايح وجميل. شايفين اللمعان اللي فيه؟ تحفة بجد، مع إني مش دهناه أي حاجة، وشايفين الشعرية نفسها كده سايحة كده وبتلمع وجميلة، ومش فيه أي هيشان خالص. بصوا هنا كده باوريكم إيديا مش فيها أي مواد دهنية خالص. بعد ما غسلته على طول من الجاز لفيته وبقى بالشكل ده، بأمانة تحفة. الشعرية نفسها كده نايمة مش واقفة كده لفوق، عارفين الشعر بيبقى واقف لفوق ده؟ مش هتلاقوه تاني من بعد الجاز الأبيض، بأمانة تحفة، وسعره كمان حلو أوي مش غالي أوي يعني. تقريبًا الإزازة اللي أنتم شفتوها دي ب25 أو 30 جنيه، مش غالي أوي يعني. هاتكلم تاني على البروكاب الحراري لإن ناس كتيرة جدًا بتقول لي مش متوفر عندها. تقدري تستخدمي الفوطة السخنة مكانها، تحطيها في مَيّة سخنة كده يعني وتعصريها، وبعد كده تحطيها على البونيه أو الكيس اللي إحنا هنحطه على الشعر، وهنسيب الفوطة برضه لمدة ساعة، تحطيها كل شوية وتعصريها لمدة ساعة. وبعد كده هتغسلي شعرِك عادي جدًا، هتلاقوا النعومة والقمر واللمعان بتاع الشعر بنفس الطريقة دي بالضبط. شايفين الشعر مفرود إزاي؟ تحفة. أي هيشان في الشعر مش هتلاقوه من بعد النهارده، ولا الشعر الناشف ده كمان. بيطرّي الشعر جدًا على فكرة الجاز الأبيض. ما تسمعوش لأي حد يقول لكم بلاش الجاز وريحته ومش عارفة إيه، يعني ما تسمعوش لأي حد. شايفين أنا باقول لكم تحفة. جربوه هيعجبكم جدًا. هنستخدمه كام مرة في الأسبوع؟ مرتين في الأسبوع كفاية، وكل مرة هتحطيه على الشعر ساعتين. شايفين؟ هتلاقي شعرِك نفس كده وأحلى من كده كمان. ويا سلام بقى لو عندِك البروكاب الحراري، أحلى بكتير جدًا من الفوطة. بأمانة هتدّيكِ نتيجة تجنن، حلو جدًا. هتلاقي الشعر كده فيه لمعة ونعومة ومفرود، والهيشان ده مش موجود. جربوه وإن شاء الله هيعجبكم. وده كان فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو إذا عجبكم واشتراك في القناة. كمان ما تنسوش تعملوا فولو على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك. أشوفكم تاني قريب وباي باي.